السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا متابعينا متابعين خياط محمد سعد، شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بصحة والسلام. اليوم طبعا عندنا هذا الموديل ابو اللاستيك، راح استخدم له هاي اللاستيك القماش كشمير، طبعا اقل من مترتين ونص كشمير كابوي. اول ما راح نجي نبدي ناخذ قياسات، راح انزل بيه حتى تكفيني الردان، لان الردان لازم ننزل شوي. هنا راح اخذ 15 سنتيم، انه راح استخدم لاستيك مثل ما قلت لكم تسحبها. النزال حيكون عندي 28 سنتيم. محيط الصدر راح اخذ له 33 سنتيم، لانه من راح ينفتح راح يكون عندي 66. راح انزل 10 سنتيم بهالطريقة هذه، وابدي اخصر. هنا لاحظوا نبدأ نقوس بهالطريقة هذه. هنا المسافة مثل ما قلت لكم، فقط الظهر راح اقلل بيه. راح ابدي اقص بعد ما كملت. ولا بعد ما كملت لاحظوا انا راح استخدم اللاستيك، راح تنسحب عندي مثل ما قلت لكم. وهنا راح استخدم الردان، اخذ الردان. لاحظوا منين اخذه، اصفطه بهالطريقة. هنا اخلي البدن حتى ابدي اقص على طريقته. هنا راح اخذ 11 سنتيم مو 10، 11، لان الخياط راح ياخذ مني شي قليل. وابدي اخطه بهالطريقة. هذا ردان 3/4 راح استخدم له بصمة هاي المسافة، وراح ابدي اقص. هنا اجي اساوي، لاحظوا اجيب البدن اخليه عرضين حتى اخذ قياس مضبوط بهالطريقة. لاحظوا نجي نثبتها، وايضا نجي نخط بهالطريقة هذه. هسه راح ابدي اقص. الان بعد ما كملت راح استخدم له هاي البصمة اللي هي كيبور. لاحظوا استخدمها بهالطريقة هذه. وبالكتف راح اخلي مكان ما اخلي هذا، راح اخلي هذا، لان نفس النقشة لاحظوا مقاربة اليه. راح نجي طبعا الردان راح نفتحها البدن بهالطريقة حتى نبدي ننزل بيه. هنا راح انزل 6 سنتيم، راح انزل 6 سنتيم، واللاستيك راح تاخذ مني سنتيمين، يعني راح يصير 8 سنتيم يكون عندي الحفرة. لاحظوا هاي 6، هنا سنتيمين راح ينوخذ لللاستيك. اللاستيك تكون دفن. بعد ما كملت راح اجي للردان افتح هاي الصفحة، افتحها. وهسه راح نجي طبعا نثبت اللاستيك بهالطريقة هذه. لاحظوا نضربه اوفر اكيد حفرة، وابدي اثبت بالبداية بهالطريقة هذه، وابدأ اخيط بصف اللاستيكي اخيط. لاحظوا بهالشكل هذا، وابدي اخيط.
وهنا بعد ما كملت راح اسحبها بهالطريقة هذه. لاحظوا شلون اسحبها واتحكم باللي اريده، الحفرة اللي اريدها ايش قد اسحبها اتحكم بيها. وهسه بعد ما اخذت القياس اللي اريده قفلت الصفحة الثانية بعد ما سحبت اللاستيكة ايش قد قياسها. طبعا قياس اللاستيكة ما له قياس، انت قلت لك حسب تردين ايش قد القياس تردينه تسحبين اللاستيك. لاحظوا هسه بعد ما كملت راح اجي للردان. الردان مثل ما معودكم راح ناخذه من الظهر. هسه ما راح اخذ، بعدين اخذ حتى توضح عندكم. راح اغلفها بهالطريقة شريط التغليف. اجي اقص الزايد راح اسحبه اقلبه الى الداخل، يعني من الداخل اقلبه بهالطريقة هذه اسحبه وابدأ اخيط. بعد ما كملت راح اجيب هذا الكيبور راح اخليه فوق. راح اطلع شي قليل لانه تطلع الزغرفة مالته حتى تعطي جمالية. لاحظوا شي قليل مثل ما قلت لكم راح اعطيه وابدأ اخيط. وهنا بعد ما كملت راح ابدي اخلي البازمة مثل ما قلت لكم. هاي البازمة تكون اعرض من صفحة الكتف. ابدأ اخيطها بهالطريقة. انا ضاربه اوفر الردن وابدأ اخيط. وهنا بعد ما كملته طبعا الردن الثانية نفس الطريقة ما كنت نصورها. وهسه راح اثبت الردان على البدن. لاحظوا نلزمهن اثنين بهالطريقة حتى لا تكون عندي صاعد ونازل، وابدي اخيط. هسه بعد ما كملت راح نجي ناخذ من الظهر. لاحظوا هسه طلع عندي بهالشكل هذا. راح اجي اخذ من الظهر لان حتى الظهر يكون صاعد ما يكون نازل. راح اقص من الظهر بهالطريقة. لاحظوا راح يكون عندي اخذ 4 سنتيم من الظهر، راح اخليه 6 سنتيم. اخذ قياس المضبوط راح اترك 6 سنتيم واجي بهالطريقة هذه اموتها هنا. ما انزل للنهاية، لا، راح اجي اطبقه وامشي على الخط. هنا لازم نساوي يكون مستوى واحد، لا يكون عندنا واحد صاعد واحد نازل. قلت لكم راح اترك 6 سنتيم. اجيب المسطرة. لاحظوا شلون ما هالطريقة وابدأ اخط. هسه بعد ما كملت الردانات راح اجي اخذ 8 سنتيم للظهر، لانه احنا سوينا 15 سنتيم مستوى الامام. راح نقلل من الظهر من حفرة الظهر لانه ما راح نستخدم الالاستيك. راح نستخدم 8 سنتيم
ونبدي نخطه بهالطريقة هذه، وايضا راح نقصه. وهسه بعد ما كملت تعالوا وياي حتى ابدي اغلف حفرة الظهر، وحتى نبدي نقفل البدن ونعرضه لكم. نجيب شريط التغليف بهالطريقة، نخلي وجه على وجه، هذا يكون وجه، ونبدأ نخيط. هنا بعد ما كملت اجي اصفطه حتى نبدي نقص الزايد. هذا الشريط الزايد لاحظوا نقصه. راح اجيب البدن وابدأ اقفل. اكيد بعد ما اكمله اني اروح اضربه اوفر، الدواخل لازم اضربه اوفر. هسه بعد ما كملت راح ابدأ اقفل الردان بعد ما ضربته اوفر، والبدن راح نبدأ بهالطريقة هذه انتبته، ونبدي نتقل. لاحظوا من البداية، وابدأ هاي منطقة الابط ارجع عليها وابدأ اقفل. طبعا راح اشتغل لكم صفحة ثانية، والصفحة الثانية بنفس الطريقة ما في داعي نصورها، حتى نبدي نعرضه لكم على المكان. تعالوا يعني. وهنا هاي نهاية الموديل مثل ما تلاحظون، طلع لنا بهالشكل هذا. موديل جدا بسيط. ان شاء الله عجبكم هذا الموديل، ووصلتكم الفكرة بصورة صحيحة. هنا هاي اللاستيك مثل ما تلاحظون طلع لنا بهالشكل هذا. لاحظوا اللاستيك اللي اشتغلناها دفن. لازم نخيط بصفها حتى تطلع عندنا مرتبة، لا تكون نشاز. وهذا الجبول اللي اشتغلناه، لاحظوا هاي النقشة اللي قلت لكم عليها، وهاي الوزمة اللي اشتغلناها ايضا. ان شاء الله موديل بسيط وعجبكم. يا ربي تكون الفكرة وصلتكم وبصورة صحيحة. لا تنسون الاشتراك بقناتي قناة الخياط محمد ساعد، واللايك حتى الفيديو يصعد والكل يستفاد. شكرا لكم حبايبنا، انتظرونا بأعمال جديدة ان شاء الله. اودعناكم.